في مقولة بتقول إذا أردت أن تهدم حضارة في 3 وسائل: هدم الأسرة، هدم التعليم، إسقاط القدوة. كي تهدم أسرة عليك بتغيير دور الأم، اجعلها تخجل بوصفها ربة منزل. كي تهدم التعليم عليك بالمعلم، لا تجعل له أهمية في المجتمع، قلل من مكانته حتى يحتقر طلابه. وكي تسقط القدوات عليك بالعلماء والمفكرين، اطعن فيهم، قلل من شأنهم، شكك فيهم حتى لا يسمع ولا يقتدي بهم أحد. فإذا اختفت الأم الواعية واختفى المعلم المخلص وسقطت القدوة، فمن يربي النشء على القيم؟ ازاي الحال بقى؟ مش ده بالنص اللي حصل عندنا فعلا؟